النهاردة الحلقة رقم 11 من كاف، كلها حماس وكلها إثارة، وكاف بيتحول لوحش لمواجهة قوات الدفاع. يا ترى هيقدر يسيطر على نفسه ولا هيدمر هيئة الدفاع كلها؟ مساء الفل عليكم يا اساطير، انا نور وبقدم لكم ملخصات الانمي. لو اول مره بتتفرج عليا ما تنساش تدعمني باشتراك للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تنزل تدينا اللايك الجميل للفيديو ده. واللي ما سمعش الحلقه اللي فاتت انا بفكركم بيها ان الوحش بيحاول يدمر المدينه وكلهم ما كانوش قادرين عليه، ولا هوشينا ولا اشيرو مينا ولا شينوميا، لحد ما كاف بيتدخل ويتحول لكاجو وبيروح يخلص على اليوجو كله وبينقذهم وبينقذ المدينة كلها. واشيرو مينا بتضطر انها ترفع السلاح على كاجو المتحول علشان تاخده عندها في الحجر. ويلا بينا نبدأ الحدوتة. وبيحضر الراجل اللي اول مرة نشوفه اللي هو نائب مدير قناة الدفاع، وبيقول في بينا جاسوس يا جماعة في قوات الدفاع، مش معقول كاجو متحول ما بينا. والكل بيستغرب وكل واحد بيقول رأيه. واحد منهم بيقول احنا لازم نفهم كل الموجودين ان في كاجو متحول ونعلن عن الموضوع ده. وواحد تاني بيقول له لا، لازم نكتم على الموضوع زي ما عملنا مع كاجو رقم 9. وواحد غيره بيقول انا سمعت اشاعات ان في دولة وحيدة هي اللي بتقوم بالتجارب دي، انها تزرع انسجة الكاجو جوه الانسان فيتحول. ورئيس الهيئة بيقول لهم الحل ان احنا نتخلص منه ولكن في السر، ونحوله كمان لسلاح نستفاد منه. والدكتور بيقول له سلاح حي، ولا هو قصده يعني نستخدمه ككاجو معاهم يحارب، ولا سلاح يستخدموه زي اشيرو مينا وباقي الفريق. اما المدير العام اللي شكله بيخوف اصلا بيقول لهم المناقشه دي ملهاش اي فايده، احنا نجيب الكاجو رقم 8 ده ونقرره ونشوف ايه اللي هيحصل. وبيطالب الفرقه رقم 3 انها تسلم الكاجو رقم 8 بوش المرعب ده. والمدير العام بيروح لكاف فعلا، والحارس بيقول له ده كاجو رقم 8، هو مش ظاهر عليه فعلا اي علامات تحول ولكنه هو اللي قبضنا عليه. وكاف بيكون مربوط من كل حته، وبيكون بقاله يوم كامل وبيقول لنفسه انا اللي عملت في نفسي كده وما سمعتش كلام اصحابي ولا رينو ولا شينوميا. وبيفتكر كلام شينوميا ان الكاجو لو قوي يقدر ياخد رقم يتميز بيه، وانهم بيستخدموا جسده في اسلحه خاصه، وان ممكن يحصل فيه ده في اي وقت لو اتكشف. وكاف بيقول كل ده علشان كنت عايز ابقى جنب اشيرو مينا، ما كنتش فاكر ان ده اللي هيحصل كله، واكيد اشيرو مينا متضايقه مني قوي دلوقتي. وبتدخل فعلا اشيرو مينا لكاف وبتقول له احنا هننقلك للمقر الرئيسي. وكاف بيحاول يتاسف لهم، ينفع بايه الاعتذار دلوقتي؟ والرئيس بيقول له اسكت انت دلوقتي هنشوف هنعمل معاك ايه. وبيفكوه فعلا وبيقولوا له اتحرك يلا معانا، وبتكون اشيرو مينا معاه. وبيقول كاف جوه نفسه انا كنت كاجو متحول فعلا ولكن كنت اعرف كل اسرارهم ودلوقتي بقيت عدو ليهم. وكاف ماشي في الممر بيكون كل الجنود والتلاميذ موجودين، وكاف ما بيقدرش يبص لرينو خالص اللي كان بيقدم له حاجات كتيره قوي. وكاف بيقول جواه انا اسف يا صديقي ما قدرتش هصون العيش والملح اللي ما بينا. وبيركب كاف العربيه اللي هي بتكون عربيه القاعده، وبيقول دي نهايتها شكلها. وكل التلاميذ محدش فيهم بيقدر ينطق نص كلمه. اما رينو ما بيخافش وبيكلم كاف وبيقول له يا كاف انا واثق ان انت هترجع، انا مستنيك. واشيرو مينا بتعاقب رينو وبتديله 50 ضغط علشان يحاسب على كلامه بدون اذن بعد كده. واشيرو مينا بتقول لكاف ان الاوضه دي بدون كاميرات، فلو عايز تقول اي حاجه قولها. واشيرو مينا بتساله هو انت يا كاف اتحولت علشان تنقذ الكل؟ انا اتصدمت منك قوي، حتى لما شفت ده بعيني كدبت نفسي، بس شكلها طلعت دي الحقيقه، ده زيك بالظبط. وبتقول له انا هجمع كل الشهاده وكل اللقطات اللي هتساعدك، ولو اثبتنا انك انسان هنقدر ننقذك، وهنقدم تقرير بكل اللي حصل عشان نثبت ان انت مش متحول. وبتقول له مفيش حد في القسم الثالث بيفكر فيك انك عدو اصلا. واشيرو مينا بتوجه الكلام لكاف وبتقول له وفقا للماده رقم 13 من قانون قوه الدفاع لازم ننقلك لقاعده ارياك البحريه، وده كله بيحصل عشان خايفين على المواطنين اللي في المنطقه. وكاف بيوقفها في الكلام وبيقول لها هو انا لسه اقدر ان انا اكون جنبك يا اشيرو مينا وادافع عن البلد؟ واشيرو مينا بتحن وبتقول له اكيد انا موجوده هنا ومستنياك يا كاف. وبيبكي كاف ومفيش حد متضايق عليه زي رينو. وشينا بياخد التحيه مع الطلاب وبيكون واخد مكان اشيرو مينا. وبنروح لقاعده ارياك البحريه لقوات الدفاع اللي بتكون مليانه حواجز كتيره جدا وبيبان بتوصل لاكتر من 31 بوابه، وبيكون المكان كله محضرينه لدخول الكاجو. وبعد كام يوم اصحاب كاف او زمايله في الفرقه بيكونوا مستغربين وعمالين يتكلموا ويجيبوا سيره الموضوع. اما رينو واخد جنب قوي ومتضايق، وواحده منهم بتقول لهم كاف على فكره
انقذني من الكاجو قبل كده لانه بيعرف كل نقاط ضعفهم وبيبتدي يشتغل على نقطة الضعف دي ويبتدي ان هو يهجم عليه منها. واحد تاني بيرد عليها بيقول لها حتى لو احنا كلنا عارفين ان هو كويس احنا مستنيين المكتب نفسه يقرر. واحد بيقول لهم كاجو رقم 8 ده صفقة كبيرة قوي ولو خرج فعلا زي ما انتوا عايزين هيسبب رعب للعالم كله وساعتها كل واحد هيشك في اللي جنبه انه كاجو متحول ولا لا. واما رينو كل همه كاف. وفي مكتب اشيرو مينا بتكلم واحدة من غرفة المراقبة وبتقول لها اجمعي لي كل حاجة عن كاف، انا عايزة كل حاجة عنه بالظبط وكثفي الشغل في الملف ده. وبيوصل مساعد هوشينا وبيديله التحية وبيقول له احنا مسحنا كل حاجة من المركبات المدمرة. وبيسأل هوشينا هتفتكر ايه اللي هيحصل لكاف؟ وهوشينا بيقول له انا عايز كاف يرجع هنا مرة تانية، حتى لما كان بيقاتلني ما كنت مستغربه قوي وما كانش بيقاتلني بكل قوته. وشينوميا بتروح لمكتب المدير العام وبيقول لها عايزة ايه يا شينوميا؟ وبتبتدي تديله التحية اللي هو بيكون والدها اصلا وبتقول له انا عايزة اقول لك على حاجة، احنا ما ينفعش نقضي على كاف اصلا لانه انقذ حياتي في مرة. وبيقول لها انت بتقولي اي حاجة وخلاص، خدي بصي على دي كده وبيوريها اشعة سينية على صدره وبيقول لها بصي على الجانب الشمال من صدره كده وده شبه القلب ولكنه ده مش قلب، ده جوهرة الكاجو المتحول وده مش انسان طبيعي، ده كاجو زي اللي قتل والدتك بالظبط وتقدري تمشي دلوقتي علشان تدافعي عن حد تاني. وبتمشي شينوميا وبتكون متضايقة قوي وبتقف في نص طريقها وبتقول لابوها لا انا مؤمنة باللي انا عايزاه ومش عايزاكم تقتلوه. وبتبتدي تمشي وكل شوية يدخلوا الدكاترة على كاف يعملوا اشعة وتحاليل وحاجات كتيرة وكاف بيكون مستاء جدا منهم وبيقول لهم انتوا كل شوية تدخلوا تعملي عليا حاجة كشف واشعة وحوارات، امتى هنام على سريري بقى وارتاح؟ وبيبتدي يفكر في كلام رينو وبيقول كاف في نفسه انا محتاجة اقول لهم ان عندي معلومات كتيرة قوي عن الكاجو وانه ما ينفعش استسلم كده واني لازم ارجع لفرقة الدفاع مرة تانية. واشيرو مينا بتجمع التلاميذ وبتدي اوامر وبتقول ان احنا هنأمر بنقل الطلاب لاقسام مختلفة لان بعد اكتشاف كاجو داخل فرقة القاعدة بنفسها قلت جودة القاعدة للتدريب وصلت لنسبة 75% فخلاص ما بقاش مكان مناسب لتدريب المجندين الجدد. وعندنا دي كاجو الانسان المتحول 9 و10 كمان ودي سلسلة احداث مترابطة ولازم تكونوا كلكم مستعدين للي هيحصل. وبتقول لهم انا هختار الاكتر موهبة الناشئين بين الاقسام وابتدي ادربهم انا. وبيرد تلميذ منهم وبيقول هدفهم الحقيقي هو ان احنا نقسم كل اللي كانوا يعرفوا كاف ويراقبوهم. وبتقول اشيرو مينا لا ملوش علاقة باي حاجة بكاف ولكن احنا لازم نفرق الفرقة كلها. ورينو بيقول لها انا هتنقل عادي وموافق على كل كلامك. وصاحبه بيقول له مش تفكر في الكلام قبل ما تقوله. وبيخلص الكلام وكل التلاميذ بترجع لمكانها ولكن فيهم واحد بيدور على نمرة ابوه علشان يتصل بيه يحاول يساعده وبيلاقي واحد تاني اسمه قوي بيتكلم في التليفون علشان يتصرف انه ما يتنقلش. وبيسمع صاحبه واللي بيكلمه في التليفون بيقول له دي مسألة متعلقة بقوات الدفاع الداخلية علشان كده ما اقدرش ادخل في تفاصيلها وما بيكونش فارق معاه ان حد سمعه ولا لا. وبيروح يتكلم مع زميله اللي سمعه وبيقول له انا كنت بتكلم مع القائد القديم بتاعي في بلدي علشان يحاول يقدم لي اي حاجة اقدر اساعد بيها كاف. فزميله بيقول له انا ما كنتش فاكر ان انت من النوع اللي بيطلب خدمات شخصية. وقوي بيقول له انا احب افكرك اني ما بحبش اخسر اي حد وخصوصا كاف لانه كان عضو في الفرقة الثالثة زينا زيه ولا انا غلطان؟ وكاف مكتوف الايدين وقاعد متسلسل وبيفكر في كلام اشيرو مينا اللي كانت بتقول له لو اتمكنا ان احنا نثبت ان انت انسان هنقدر نخرجك وننقذك. وبيقول انا لازم اثبت اني انسان وارجع لهم. وبيدخل المدير العام لكاف وشينوميا بتتفرج عليه من فوق وبيستغربوا ان المدير العام بنفسه داخل لكاف. والمدير العام بيقول شكل الموضوع شخصي جدا ما بينه وما بين كاف وكاف بيقول انا انسان مش كاجو. وبيؤمر المدير العام بفك اربطة كاف وغرفة المراقبة بتحذره وبتقول له ده خطر جدا. وبيرد المدير العام بيقول له انت فاكر نفسك بتتكلم مع مين؟ وبيقول له يلا فكه. ويقول لو هو من فئة الديكاجو فعلا الانسان المتحول هيقدر بس بموجة من ايده يكسر كل القيود دي ولكن هو قاعد كده علشان عايز يفضل قاعد. وكاف بيقول جواه ان شاء الله هيسمعني ويسمع الكلام اللي انا عايزه اقوله. وبيقوم المدير العام بضرب كاف بالسلاح وشينوميا بتتخض جدا وبتكون خايفة على كاف قوي ولكن كاف بيقول له عملت كده ليه بس؟ وابتدى يتحول جزء منه. وابتدى المدير العام يقول له انا عايز اقول لك على حاجة، لو انت انسان عادي ما كنتش هتتحمل ولا هتقدر تصد اي ضربة من دول ولكن عشان انت كاجو رقم 8. وبيكون كاف مصر ان هو انسان عادي مش كاجو اصلا. والمدير العام بيقول له انت مش هتموت بالرصاص ولكن هتموت بالطريقة دي.
وفعلا بتطلع صناديق وبيطلعوا منها بدله لكاجو رقم 2 وبيقول له وبكده هقدر اقضي عليك يا كاجو رقم 8. انا بدات بالتحول ولكن كاف بيحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر ولكنه ما بيعرفش، وفعلا بيتحول وبيجري بسرعه، وكاف بيقول انا ما اقدرش اقف، وبيقول كاف انا مضطر ان انا استمر في المراوغه دي لحد ما يسخن بدلته. وكاف بياخد ضربه من ايسو وبيقعد مكانه وبيقول انا مش عارف اتصرف ازاي، وليه جسمي بياخد رد فعل كده زي ما كان بياخده مع المتحول، مش معقول ان اللبس بتاعه بيتفاعل مع جسده. ونائب المدير بيقول لشينوميا في سنه 1972 في مدينه سابورو كان في كاجو قوي جدا قوه تدميره لا تصدق، وما استسلمناش لحد ما خلصنا عليه، والكاجو ده كان رقم 2 وكل الأسلحة دي مصنوعة منه، ووالدك إيساو شينوميا هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستخدمها بس. وإيسو بيضرب كاف على التوالي أكتر من مرة، وكاف بيقول جواه لازم هتصد الضرب ده كله، وبيقول في نفسه أنا مش قادر أتحرك أصلا. وشينوميا بتلاقي كاف بيتحول وبتقول في حاجة غلط حصلت، وبيكبر حجم كاف قوي ما بيكونش عارف يسيطر على جسده، وبيقول كاف جواه أنا كأني نسيت إني كاف وبتصرف زي الكاجو بالظبط، وجواه صوت بيقول له اقتل اقتل اقتل، وكان رايح فعلا يقتل إيسو ما بيكونش فيه أي سيطرة على جسده. وشينوميا بصوت عالي بتنادي على كاف وبتقول له يا كاف أنت إنسان اوعى تتحول، بتحاول تنقذ أبوها وبتنقذ كاف في نفس الوقت. ويا ترى كاف هيخلص على أبوها ولا لأ؟